هل القندوسي هيكون اضافه قويه للنادي الاهلي في منطقه وسط الملعب، وتحديدا بعد تعاقد النادي الاهلي مع مروان عطيه؟ احمد القندوسي هيكون من الحلول المميزه جدا جدا عند النادي الاهلي الفتره اللي جايه، لان هو لعيب بيمتلك مميزات وعنده امكانيات وقدرات هجوميه على مستوى عالي، وتحديدا ان النادي الاهلي بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، بيلعب 4-3-3 وبيستخدم دايما الاثنين التمانيتين بتوع وسط الملعب، سواء هنا عمرو السوليه او حتى محمد مجدي قفشه او حمدي فتحي او اليو ديانج، مع اختلاف الاسماء. معدلات تهديفيه عاليه جدا، راجل لعب 102 مباراه خلال مسيرته الكرويه، مسجل من خلالهم تقريبا حوالي 34 هدف وعنده 18 اسيست، فدي معدلات عاليه جدا على المستوى الهجومي، وبتتكلم في لعيب صغير عنده 24 سنه، هتقدر ان انت تستخدمه بشكل كويس قوي، هيفيدك كتير سواء بالنسبه للحلول الهجوميه او حتى للحلول الدفاعيه، يقدر يعمل الزياده العدديه وانت بتهاجم ويشتغل